لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ من هنا كانت البداية، بداية حكاية نجمنا في الملاعب كرة القدم المصرية. من قلب هذا الملعب، من ملعب نادي ميت خاقان الرياضي من حي ميت خاقان شبين الكوم محافظة المنوفية. وقبل ما نتكلم عن نجمنا ونشوف الحواديت والأسرار، حابين نقول إن هذا الحي أخرج نجوم كتيرة كان لهم تأثير في الدوري الممتاز. كانت البداية مع الكابتن سعيد سيبيكا نجم نادي الاتحاد السكندري، وله قصة مخصوصة وحكاية مع نجمنا النهاردة. ظهر من بعد كده نجم نادي الإسماعيلي وصاحب قذائف المدوية أرض جو وأرض أرض، اللي خلصت وقطعت شباك المنافسين واحتار معاه الحراس الكابتن حمزة الجمل نجم منتخب مصر ونادي الإسماعيلي. بعد كده الكابتن حازم أبو النور نجم نادي جمهورية شبين، انتقل بعدها لنادي القناة، اختتم مشواره في الدوري الممتاز مع نادي دمنهور. ما وقفش عند ده، أخذ الرخصة التدريبية وهو الآن المدير الفني لنادي جمهورية شبين. وظهر في نفس الوقت الكابتن علي سالم نجم دفاع جمهورية شبين، بعد تألقه انتقل للكروم السكندري ومن بعدها لأندية مزارع دينا والمنصورة، واختتم مشواره في الدوري الممتاز مع نادي المقاولين العرب. كمان مثل منتخب مصر للمحليين تحت قيادة المدير الفني المخضرم عبد الرازق بازوكا، وحاليا هو المدير الفني لمواليد 2005 بنادي جمهورية شبين. الكابتن مصطفى سلطان نجم نادي اف سي مصر، ومن بعدها يتألق مع المصري البورسعيدي، ثم يعود لزد يصعد به الى الدوري الممتاز، ويعود لبتروجيت ثم يستقر به المكان الى القناة. واخيرا وليس اخر نجمنا نجم اليوم الكابتن عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز الزغبي، او زي ما بيحب يتقاله زيزو الزغبي، نجم نادي انبي مواليد 2008 ونجم مصر للناشئين، صاحب هدفين السوبر والرومنتادا القوية امام تونس في دورة شمال افريقيا. وتألق زيزو تحت قيادة الكابتن احمد الكاس، وكان سبب كبير بعد ربنا لصعودنا والعودة تاني لبطولة افريقيا للناشئين بعد غياب 13 سنة. اسرار كتير وحكاوي كتير عايزين نعرفها وتعرفها مع كابتننا ونجم منتخب مصر للناشئين الكابتن عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز الزغبي او زيزو الزغبي. تابعونا. منور يا كابتن، وان شاء الله نعمل حلقة حلوة وتعجب الناس ان شاء الله. او كابتن زيزو زي ما انت بتحب. ممكن تقول لنا كانت بدايتك فين في لعب الكوره، او بدايه معرفتك ان انت بتعرف تلعب كوره امتى؟ انا بصراحه من صغري كنت بلعب في الشارع، فابويا وعمي اكتشفوا ان انا يعني ليا مستقبل، فبدات اروح كذا اكاديميه لحد ما استمريت في اكاديميه الشورى 5 سنين، وبعدها رحت اختبارات الزمالك، قعدت سنه كامله بس يعني ما حصلش توفيق وكده ومشيت. ورجعت بعدها اتمرنت في النادي عندنا في البلد في قريه ميت خان، يعني نادي ميت خان، وبعدها قعدت معاهم سنة. وبعد السنة يعني كابتن رئيس القطاع كابتن سعيد سيبيكا وداني نادي انبي وعملنا اختبارات، والحمد لله يعني نجحت بعد أول أسبوعين، يعني الحمد لله. مكانك الأساسي يا كابتن عبد العزيز فين في الملعب؟ أنا لعبت في كذا مكان، يعني لعبت مدافع، لعبت نص ملعب، لعبت هاف شمال، بس يعني حاليا بلعب فيرود يعني. تمام، يعني أنت اتنقلت زي أي ناشئ عموما، كل مدرب كان بيحبك يشوفك في مكان فكان بيلعبك فيه. طيب يعني انت لعبت مدافع، ايوه، ولعبت هاف شمال، ونص مهاجم بالظبط كده. بالنسبه للمهاجم طبعا انت عارف ان في مهاجمين، ما فيش مهاجمين الحمد لله في مصر. فاحساسك ايه دلوقتي؟ يعني انا بحاول اطور من نفسي، يعني لان ان شاء الله يعني زي ما انت قلت حضرتك ان في المهاجمين قليلين قوي في مصر، فان شاء الله يكون لي يعني نصيب يعني واكون يعني قائد منتخب مصر ان شاء الله. انت كابتن عبد العزيز طبعا مواليد 2008. تمام. لعبت دايما في سن اكبر من سنك في ناشئين انبي، ولا مستمر في سنك من ساعه ما انضميت لانبي؟ هو يعني في انبي يعني صعب ان انا اطلع في فريق اكبر مني يعني، بس ان شاء الله يعني قريب ان شاء الله اطلع الفريق الاول يعني. ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا عارفين ان انبي المواهب زي ما بيقولوا دلوقتي. طبعا يعني فان شاء الله طبعا، وخصوصا ان احنا عندنا في مصر دلوقتي ما فيش مهاجمين الحمد لله، يعني الحمد لله ما فيش اي مهاجم خالص دلوقتي في مصر من بعد متعب عمرو زكي
ميدو كان طبعا الثلاثه في وقت واحد. ايوه. فمن بعدها ما ظهرش غير مصطفى محمد، ودلوقتي سافر فرنسا ومستواه مش ثابت وقليل جدا. يعني يعتبر تقريبا احنا ما عندناش مهاجمين في مصر. ايه طموحك في يعني في المستقبل عموما؟ وقبل ما تقول ايه طموحك، مين اللاعب اللي في مصر دلوقتي هو اصلا يعني المثل الاعلى ليك او اللي انت بتحبه وبتحاول تبقى زيه عموما في مهاجمين مصر؟ في مصر، مالناش دعوه بخارج مصر دلوقتي. اللي هم المحترفين ولا هنا في مصر؟ لا عموما اللي في مصر، المصريين عموما. يعني في مصر يعني اللي هو مهاجم النادي الاهلي كابتن اسامه ابو علي. يعني وبالنسبه اللي هو قله الفراوده وكده، فانا يعني ان شاء الله انا دلوقتي بلعب في منتخب مصر 2008 وساعدنا الحمد لله بطوله افريقيا ان شاء الله، بطوله يعني تقريبا بين شهر 4. فانا يعني الحمد مركز الاول في البطوله واخدها خطوه بخطوه يعني، وان شاء الله يعني اعمل حاجه كويسه في افريقيا وربنا يكرمني ان شاء الله بعد افريقيا واطلع الفريق الاول ان شاء الله. ان شاء الله. تقدر تقول لي انت بقالك كام سنة في انبي، ومين المدرب اللي وضع بصمة وطور من ادائك في الملعب؟ يعني انا بقالي 3 سنين في انبي. اول سنه اشتغلت مع الكابتن كريم خالد، وطبعا يعني كان موسم كويس وخدنا البطوله، وبشكر طبعا الكابتن لان اشتغل معايا كتير وساعدني ووقف جنبي. وتاني سنتين اشتغلت مع الكابتن طارق ضياء، مدرب محترم، ساعدني قدر يطور مني واشتغلت معاه كويس. تاني موسم على طول يعني الحمد لله ربنا كرمنا، خدنا البطوله التانية على التوالي، وربنا كرمني وكنت هداف الفريق. كان فرق جنين عن هداف البطولة، بس يعني الحمد لله يعني أهم حاجة إن احنا خدنا البطولة. والموسم التالت يعني احنا لسه في الأسبوع الثامن، والحمد لله قدرنا نكسب ال8 ماتشات، وأنا هداف الدوري دلوقتي ب7 أجوان يعني. وإن شاء الله يعني نعمل موسم كويس ونحقق البطولة إن شاء الله السنة التالتة على طبعا التوالي. بتلعب اساسي في فريق 2008 في انبي ولا؟ أيوه. لا أساسي. اساسي في 2008 في انبي. طيب كابتن احمد الكاس شافك امتى، واول اختبار ليك مع كابتن احمد الكاس قال لك ايه؟ يعني هو يعني كابتن احمد الكاس من ساعه ما مسك المنتخب 2008 هو يعني بيبدا يلف ويتفرج على الماتشات، وانا يعني الحمد لله بلعب اساسي في فرقتي، فعشان كده يعني الكابتن اكتشفني، ومن اول المعسكر الحمد لله اسمي كان موجود معاهم يعني الحمد لله. تمام. انت ذكرت ان انت من اول ما بدات في نادي عموما كان نادي ميت خقان. طيب يعني اللي احنا نعرفه ان انت في نادي ميت خقان كان في نجوم كبيره جدا في ميت خقان ظهرت في الدوري الممتاز، كان اكبرها طبعا زي ما انت قلت كابتن سعيد سيبيكا اللي لاعب في نادي الاتحاد، وكان في حمزه الجمل، كابتن حمزه الجمل نجم الاسماعيلي ومنتخب مصر برضه، في كابتن حازم ابو النور مدير فني لجمهوريه شبين دلوقتي، كابتن علي سالم برضه كان بيلعب في المنصوره تقريبا على طول. فان شاء الله تكون انت خليفه لنجوم البلد. الارياف عموما او المناطق البسيطه هي اللي فيها نجوم مصر، زي ما احنا شفنا جريج طلع محمد صلاح، دلوقتي ان شاء الله باذن الله ميت خقان ان شاء الله هتطلع كابتن زيزو الزغبي. بعد ما انت طبعا كنت صاحب الفضل الكبير بعد ربنا في صعود بهدفينك قدام تونس، صعدنا افريقيا قدام تونس، انت اللي يعتبر اديتنا الامل الكبير، طلعتنا امل كبير لغايه ما وصلنا لليبيا. يعني هدفين تونس هم اللي ادونا ايوه الامل ان احنا نصعد يعني. كابتن احمد الكاس قال لك ايه اول ما جبت الجونين، اول مباراه خلص؟ احنا كده هنرجع لاول قبل ما تنزل، بس كان كابتن احمد الكاس اول ما انت جبت الجون الثاني بالذات كمان اللي هو الجون الثالث جون الفوز، كان شعورك ايه؟ او شعور الكابتن احمد الكاس قال لك ايه ساعتها؟ بصراحه يعني ما كانش حد مصدق اصلا يعني. كابتن احمد حتى الكاميرا جت على الكابتن بعد الجون على طول، ما كانش مستوعب يعني، ما كانش عارف يعني جت ازاي ولا ايه اللي حصل يعني، من الفرحه طبعا يعني. الجونين في 5 دقايق يعني، ما كان مستوعب خالص يعني. لحد الدقيقه 81 كنا احنا يعتبر يعني خارج البطوله، بس الحمد لله يعني ربنا كرمنا يعني الحمد لله. اللي احنا نعرفه طبعا ان انتوا كبدايه مشوار في بطوله افريقيا او في تصفيات عموما شمال افريقيا للمؤهله، طبعا خسارتكم بالكارثه الكبيره 5-1. احنا طبعا الحمد لله يعني مميزين في موضوع الخمسات والستات والسبعات الحمد لله، 5 و6 من المغرب، وقبل كده في 7 من الارجنتين ايام منتخب الشباب برضو مع الكابتن شوقي غريب على ما اتذكر. لكن احنا انطلقنا بعدها انطلاقه قويه جدا، وهنا برضو البدايه كانت سيئه جدا الحمد لله يعني، وتداركنا هذا الامر، تعادلنا او فزنا على الجزائر وفزنا على تونس بعد كنا تقريبا يعتبر في نهايه المباراه، وفزنا على ليبيا بنتيجه كبيره. طلعنا بقى في ليبيا يعني طلعنا اللي شفناه في القديم والجديد. كان شعوركم ايه بعد اول خساره؟ طبعا خساره المغرب ديت كانت تهد، وخصوصا ان انتوا كنتوا راجعين من نفس البطوله تقريبا وديه وفزتوا بيها، كان شعورك ايه لما خسارتكم المغرب 5-1؟
يعني بصراحة احنا كنا رايحين يعني المغرب واثقين ان احنا يعني هنكسب الاربع ماتشات، فيعني الثقة يعني زايدة شوية من اللعيبة، بس يعني ماتش خلاص وعدى، يعني ما كانش فيه توفيق وخلاص يعني صفحة وقفلناها وقلنا خلاص ماتش وعدى ونركز في اللي جاي، والحمد لله يعني ربنا كرمنا. الناس كلها بعد الخساره ديت يعني مش هقول لك قطعت فيك، ودي كانت حاجه بسيطه. واول حاجه اتقالت على الكابتن احمد الكاس ان مش كل لعيب كبير ينفع يبقى مدير فني او يبقى ناقد رياضي او محلل. كابتن احمد بعد الخساره دي قال لكم ايه؟ يعني قال لنا خلاص يعني ماتش وعدى خلاص، يعني ده انسوا الماتش ده وانسوا البداية بتاعتنا يعني من الماتش الجاي يعني. اعتبرتوا ان بدايه البطوله ماتش الجزائر. يعني لما تفوز الثلاث مباريات الجايين يبقى انت كده خلاص اكن الماتش ده من الصعود يعني. تمام بالظبط كده. طيب احكي لنا بقى ساعه ما بدات التسخين والكابتن شاور ليك قال لك تعالى، ايه كان احساسك؟ انا بصراحه يعني وانا بسخن يعني زمايلي كلهم قالوا لي ركز سخن كويس عشان هتنزل، وكله عمال يشجعني بره ان انا هنزل وان شاء الله اعمل حاجه. وجه الكابتن يعني نادى عليا قال لي هتنزل، انا يعني من الدقيقه 65 وانا واقف جنب الكابتن عمال يديني في تعليمات، يعني من ضمن التعليمات ديت اللي هو بيقول لي هنلعب باتنين فراوده وتستغل الكره اللي تجيلك. والحمد لله يعني نزلت في الدقيقه 75 وربنا كرمني يعني من بعد الدقيقه 80 ربنا كرمني بجونين الحمد لله. الهدف الاولاني ازاي لما الكره جات لك واستلمتها عملت ايه؟ فكرت في ايه؟ كان تفكيرك الاول والاخير ايه فيها وبتعمل ايه بالظبط؟ يعني انا بصراحه انا كنت نازل مركز، فيعني كنت بستغل الكره اللي تجيلي، فالكره استلمتها صح وحطيتها، يعني مش اللي هو قوه قوي لا، يعني حاولت اتقنها في الجون ويعني انا جبتها، ويعني وبعد الجون على طول يعني كنت بستعجل اللعب علشان نقدر نجيب الجون الثالث ان شاء الله. شعورك بقى والعرضيه بتترفع لك وانت جاي من بره ال 18، كل دفاع تونس كل واحد ماسك كل مدافع ماسك فرود، وانت جاي من ورا محدش واخد باله منك خالص وداخل بعزمك وبقوتك كلها بتركيزك. قول لي لحظه ما انت بتحط راسك في الكوره رجعنا للحياه عموما. يعني زي ما قلت لحضرتك الكابتن يعني قال لي ركز خليك جوه ال 18 على طول، استغل العرضيات. فيعني عرضيه من بعيد حتى يعني انا استلمتها في الاول رجعتها لزميلي طلع الباك ونسقها كوره مع الباك وانا رافع ايديا للباك عشان اعرضها له، ويعني تحرك كويس مع عرضيه يعني ما كنتش متوقعها اللي هي تيجي كده اصلا، بس يعني هي جت بالمقاس بالظبط يعني. ويعني الحمد لله وانا بلعبها يعني كان في توفيق كبير من ربنا ويعني قدرت اسجلها الحمد لله. كنت مفتح عينك ولا قافلها وانت بتحط الكوره؟ لا طبعا كوره زي ديت انا كنت مفتح عيني اكيد يعني. كرة اللي انا حسيته منها ان هي ما لبستش في راسك صح، لان لو لبست ما كانتش طلعت شويه في سقف الشبكه. لا يعني الكرة قبل الكرة بالظبط يعني كان في اللي هي يعني سنة زحلقة بسيطة يعني هو يعني ده توفيق من عند ربنا، يعني انا كنت ممكن اتزحلق وما الحقش الكورة، بس توفيق من عند ربنا طبعا يعني قدرت اجيبها الحمد لله. لما نقول ان رب ضرات النافعه الزحلقه الصغيره ديت خلت ارتفاع الكوره يبقى صعب على حارس المرمى. طبعا رجعتوا من المغرب، طبعا والدك والدتك واخواتك قابلوك في المطار، وزي ما انت شفنا زي ما احنا شايفين الصوره معاهم في المطار. ايه احساسهم بيك اول ما شافوك؟ يعني طبعا اكيد فرحانين بيا، يعني فرحانين بيا قوي، وانا يعني الحمد لله قدرت اشرفهم واشرف بلدي الحمد لله يعني. اول ما رجعت مصر اول واحد كلمته مين؟ يعني امي. طيب مين اكتر واحد ساعدك انك توصل للي انت فيه دلوقتي؟ يعني اكتر واحد وقف معايا طبعا يعني امي وابويا يعني اول حاجه، وعمي يعني عمي تعب معايا كتير قوي، يعني هو اللي بيتكلم معايا لان هو كان بيلعب كوره ففاهم في الكوره يعني، فيعني هو على طول اللي بيتواصل معايا على طول يعني. هل على تواصل لسه مع الكابتن سعيد شبيكه اللي هو طبعا له فضل كبير بعد ربنا طبعا في الاول في الاخر ان هو وصلك لإنبي، في معاه متواصل لغايه دلوقتي هو بيتواصل معاك بالنصايح وبيفيدك، لانه طبعا زي ما احنا قلنا في الاول ان هو كان نجم كبير وكان لعب دوري ممتاز مع الاتحاد السكندري، هل بيفيدك او بينصحك او اي شيء دلوقتي ولا يعني الامور بسيطه بينكم؟ طبعا انا في الاول يعني بشكره على يعني المجهود اللي بذله معايا لحد ما وداني انبي، يعني هو يعني لما رحت انبي يعني مش هو يعني كلمنا حد ورحت، لا يعني هو جه معايا لحد هناك وتعب معايا. ثانيا يعني هو يعني الحمد لله هو بيتواصل معايا على طول دايما وانا على طول بكلمه، هو يعني بعد اي ماتش في المنتخب بيكلمني على طول يعني. نرجع تاني لمباراه المغرب. كابتن احمد الكاس بعد ما انتوا خسرتوا قال لكم اقفلوا الصفحه ونبدا من جديد اكن بدايه البطوله من مباراه الجزائر، انتوا بينكم وبين بعض قلتوا ايه؟
يعني خلاص يعني قلنا ماتش وعدى يعني صفحة وفنها يعني، وقلنا ان شاء الله نبدأ من بدايتنا الجزائر، وحمسنا بعض والحمد لله يعني اللعيبة كانت على قد المسؤولية، وربنا كرمنا يعني الحمد لله في 3 ماتشات. ما زعلتش لما ما نزلتش مباراه ليبيا؟ والله يعني أنا في المنتخب يعني مفيش فرق ما بين اللي قاعد بره، اللي بره السكور، اللي على الدكة، اللي في الملعب، مفيش فرق يعني، اهم حاجة عندنا المكسب يعني. ما كنتش حابب تشارك في الحفله؟ يعني طبعا يعني انا كده كده يعني شاركت انا بعد المباراة يعني، بس بالرقص؟ يعني بالرقص والفرحه. لا، ما هي مصر كلها شاركت بالرقص والفرحه عموما يعني، وشرفتونا بجد. رغم يكفي ان انت رغم الهزيمه الكبيره اللي انتوا خدتوها صعدتم اول البطوله، خدتوا كاس البطوله، زي ما محدش كان مصدق ان انتوا خدتوا كاس البطوله. الناس نفسها كانت مش مصدقه ومش متابعه بعد هزيمه المغرب. عايز اقول لك ان بعد هزيمه المغرب محدش كان بيحاول يتابع اخباركم، لان خلاص قالوا عليكم منتخب يعني مش هيكمل، مش هيتواجد، منتخب اصلا شبه معدوم بعد الخساره الكبيره. فوزكم على تونس هي اللي خلت الناس ترجع تاخد بالها منكم تاني. انتوا لما كنتوا بتتابعوا السوشيال ميديا عموما والاعلام بيقولوا عليكم ايه؟ الكلام اللي يحبطكم او الكلام اللي يكسر مقاديفكم، كنتوا بتقولوا ايه لبعض تاني؟ يعني الكلام ده طبعا يعني جه في صالحنا، يعني اللي احنا خدنا الكلام ده ايجابي، وقلنا لا لازم نعمل حاجه، وقلنا لازم نرد يعني عليهم، بس احنا ما بنردش بكلام، احنا بنرد في الملعب، وقدرنا نرد عليهم في الملعب، واحنا بنقول لهم احنا يعني احنا احسن جيل، يعني جيل 2008 يعني جيل جامد، وانتظروا الجيل ده يعني كويس. ما انت قلت انت مثلك الاعلى وسام ابو علي حاليا في مصر، معنى كده ان كلامك ان انت اسلوبك اسلوب وسام، نظام الهجام، تحاول تشتغل برجليك الاثنين وتستغل دماغك في اي فرصه. بتتدرب على الحاجات ديت ولا بتستغل بس على قد ولا على قد التدريب، ولا بتاخد حصص تنوعات، حصص تدريبيه مخصصه لهذه الالعاب يعني؟ يعني طبعا يعني في الفترة اللي أنا بكون فيها في النادي، يعني فترة الموسم بكون مهتم مع النادي، انما يعني فترة الاجازة دي اللي بشتغل بها على نفسي يعني، وبشتغل على طول باستمرار يعني على الحتة اللي هي الهجومية على طول يعني. انت قلت ان كان طبعا ما زعلتش انك ما نزلتش مباراة ليبيا، بس كان نفسك اكيد تشارك في الحفلة، وكان همك الاول والاخير، وكلكم كنتوا متفقين على كده ان الاول والاخير عندكم فوز او صعودكم يعني. واخد الكاس عموما. بعد المباراة نفسها بقى، وبعد ما لقيتوا الكاس قدامكم كده، ايه كان شعوركم؟ بصراحة احنا يعني كان نفسنا قوي ان احنا نصعد، بس الحمد لله ربنا كرمنا بالبطولة عشان نرد على كل الناس اللي هاجمتنا، ويعني وبنرد عليهم وبنقول لهم احنا اللي خسرنا 5 في اول ماتش، وكلامكم جه بإجابة علينا. يعني الحمد لله ربنا كرمنا وعوضنا وقدرنا نصعد، وكرمنا بالبطولة الحمد لله. رجعتوا بالبطولة ورجعتوا بالكاس ونزلتوا المطار، كل واحد راح على بيته واحتفل مع أهله. شعوركم إيه لما السيد الوزير أشرف صبحي طلب يقابلكم عشان يهنيكم أنتم منتخب الناشئين ومنتخب الشباب؟ يعني الحمد لله طبعا يعني كنا فرحانين يعني بالدعوة اللي هي دعوة التكريم، والحمد لله يعني احنا يعني بقالنا 13 سنة ما صعدناش افريقيا، والحمد لله قدرنا نحقق او نكسر الرقم ده، وقدرنا نصعد الحمد لله. فيعني يعني بنشكر سيادة الوزير طبعا على تكريمه لينا، ويعني ان شاء الله نقدر يعني نفرح شعب مصر ونفرح اهالينا ونعمل حاجة في افريقيا ان شاء الله. مقابلتكم ساعتها في نفس الوقت كان مع مقابلة ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي او الشباب اللي هو جاهز يكون منتخب اولمبي في المستقبل القريب. قال لكم حاجه؟ كلم حد فيكم؟ كلمك قال لكم يعني قال لكم ايه كمنتخب كامل؟ يعني هو طبعا يعني هو جمع المنتخبين اللي هو يعني بقالنا فتره، يعني زي ما قلت لحضرتك بقالنا 13 سنه ما صعدناش افريقيا، فكان لازم يجمع المنتخبين ويعني ويشكرهم ويحفزهم عشان ان شاء الله نقدر نعمل حاجه في افريقيا. بعد ما احرزتوا البطوله هل فكرتم او انت فكرت في انك ممكن يبقى ليك مكان في منتخب الشباب مع ميكالي؟ يعني طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا واخدينها خطوه بخطوه، يعني نركز الاول يعني في البطوله بتاعتنا افريقيا نقدر نعمل حاجه فيها، ويعني نصعد كاس عالم، وان شاء الله يعني بعد كده يعني نفكر في يعني ان احنا نصعد مع المنتخب الاولمبي يعني. طيب، وبما انك جبت بقى كاس العالم، في حاله صعودك لكاس العالم ايه تفكيرك؟ هل بتفكر في الاحتراف من دلوقتي ولا لسه برضه ما هوش وقته، ولا حلمك ايه بالظبط؟
اه طبعا انا نفسي ان انا احترف، بس يعني احنا دلوقتي ماشيين يعني خطوه بخطوه، يعني زي ما قلت لحضرتك ان احنا نركز الاول في افريقيا، يعني نمشي خطوه بخطوه الاول بس. ان شاء الله ربنا يكرمكم وتفرحوا مصر تاني بفوز افريقيا. حتى لو ما فزتش ان شاء الله يكون ليك مكان في كاس العالم وتشرفونا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نرجع تاني للمهاجم، ان في حاله ان طبعا زمان قلنا ومتفقين كلنا، ومش احنا بس، مصر كلها متفقه ان مفيش مهاجمين او بالاصح رقم 9 في مصر، اخرهم كان مصطفى محمد. انت دلوقتي تعتبر رقم 9 في منتخب الناشئين، بسم الله ما شاء الله عليك، هجام، عندك خطوات قويه جدا. في حاله ان شاء الله في المستقبل يعني جالك عرض من الاهلي والزمالك، انا مش عايزك تقول، بس هل بتفكر في حاجه زي ديت ولا انت تفكيرك كله اوروبا؟ لا ما بفكرش في حاجه دي، يعني ان شاء الله يعني احتراف يعني. احتراف على طول. إن طب شاء لو الله. احنا مثلا خدناها تدريجي ايوه. سواء اهلي او زمالك، انت كان بيبقى لاقي عليك التيشيرت الاحمر بصراحه؟ يعني انا مركز يعني مع نادي انبي يعني، ومركز ان اطلع مع الفريق الاول يعني، وان شاء الله من انبي يعني احتراف بره على طول يعني ان شاء الله. هل بينك وبين الكابتن حمزه عبد الكريم مهاجم المنتخب، هل في كابتن احمد مصنفكم رقم 1 ورقم 2، ولا كابتن يعني ماشيه ازاي في المنتخب؟ انا طبعا يعني مفيش فرق بينه وبين حمزه يعني، مش فارقه مين في الملعب، اهم حاجه ان احنا نكسب، اهم حاجه ان احنا نلعب لمصلحه مصر ويعني، وانا وحمزه يعني ما بتفرقش معانا الموضوع ده، وحته اللعب وكده يعني هو اللي بيجتهد في الماتشات الوديه وفي التدريب، هو اللي بيكون موجود يعني، واحنا الاثنين يعني بنتمنى التوفيق لبعض، وبنتمنى ان احنا يعني نعمل حاجه كويسه ونقدر يعني نفرح شعب مصر. تونس حصل مشكله بينكم وبين منتخب تونس، ايه اللي كان حصل فيه؟ هو بصراحه يعني كنا فرحانين، يعني احتفالات يعني هستيريه يعني، كنا بنحتفل، الفريق المنافس يعني اتضايق طبعا، يعني طلع من البطوله يعني بنسبه كبيره، طلع من البطوله فاتضايقوا، فحصلت مشكله، فيعني بعدها انا اللي ضربت يعني، هم جريوا عليا ضربوا اللي جابوا الهدفين. يعني انت خدت نصيب الاسد في الاهداف والضرب؟ يعني انا ضربت وبعد كده وقفت كمان. وقفت من الكابتن احمد ولا من البطوله؟ لا يعني من الاتحاد يعني الكاف، يعني توقفت من الكاف. عشان كده انت ما شاركتش مباراه ليبيا؟ توفيق يا كابتن والف مبروك، وان شاء الله تفرحونا في بطوله افريقيا وتصعدوا بطوله كاس العالم وتشرفونا وتحرزوا ميداليه ان شاء الله، وترجعوا يعني تردوا على كل الناس اللي شككت فيكم في بطوله شمال افريقيا في البدايه. الله يبارك فيك يا كابتن، يعني انا مبسوط جدا ان انا كنت مع حضرتك النهارده، يعني وان شاء الله يعني نقدر نحقق حاجه كويسه في افريقيا ان شاء الله. وفي نهاية حلقتنا بقدم لك الفيديو البسيط ده، فيديو ان شاء الله يعجبك ويكون عند حسن الظن ويعجب جمهورنا، وبالتوفيق دايما يا كابتن. شكرا يا كابتن. شكرا، الله يخليك. دايس ما بوقفش، بقلب اسد ما بخافش، ما بترددش ما بتهددش، بحاول وما بتعبش، بمسك في الحلم وانا لما بشب بطول السحاب. دايس طب ليه لا، صدق ده البحر اتشق، وما بهزرش انا ما بخسرش، هعافر مرة كمان وبفكرك، ده انا هبهرك وهطلع كسبان، ده مفيش في قاموسي ضعف ولا هزيمة، اليأس ده كلمة ملهاش ولا قيمة، ربك ما بيديش أبدا حمل تقيل غل الكتف اللي يشيل. يا معافر يا معافر اجمد كمل للآخر، من امتى اللي بينسوك بيهموك، دايما في الصورة أسطورة وخاطر مش أي خطورة، وشتيك وعنك بس على بعيد. يا معافر اجمد كمل للآخر، من امتى اللي بينسوك بيهموك، دايما في الصورة أسطورة وخاطر مش أي خطورة، وشتيك وعنك بس على بعيد. ما بهزرش انا ما بخسرش، هعافر مرة كمان وبفكرك، ده انا هبهرك وهطلع كسبان.
مفيش في قاموسي ضعف ولا هزيمة، اليأس ده كلمة ملهاش ولا قيمة. ربك ما بيديش أبدا حمل تقيل غير الكتف